get to work, I'm looking for a job. يلا نطالب يلا نقرر. مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم. برنامج الشعب يريد، برنامج اخترناه لأن يكون لكل أبناء الشعب. الشعب يريد جميع فئات الشعب. اخترناه لأن يكون حلقة وصل بين المواطن وصناع القرار في هذا البلاد. اخترناه لأن يكون منكم وإليكم. نحاول أن ننقل صوت المواطنين وهموم الناس ونوضح الصورة وما يدور خلف الكواليس في هذا البلد. الشعب يريد برنامج سيكون أسبوعي، نتمنى من الله أن نوفق في وضع القضايا ونقل همومكم إن شاء الله. حلقتنا لهذا اليوم بالصدفة وأنا ماشي حادث أليم، إن الله وإنا إليه راجعون. شي طلعها وما هو هذا عم طرحها بالوزن ضروري. ربنا يستر، حادث أليم، الله يستر على أبناء الشعب هؤلاء كلهم. المهم الحادث هذا مش احنا عارفين ايش السبب وكم ماتوا، بس انا فكرت قلت معنا قنوات في بلادنا وقنوات كثيره اكيد ينقلوا لنا تفاصيل الحادث الأليم هذا وايش وقع وايش حصل وايش المسببات له. فقنواتنا ما شاء الله موجوده وفتحت من اجل الحقيقه، من اجل ينقلوا الحقيقه للمواطن. نتابع. الله يستر. بس من الحوادث في بلادنا كم يا حادث وكم يا ضحايا في هذا البلاد، معارك كأنها معارك. نشوف الأخبار ونشوف خبر الحادث الذي شفناه، نشوف الأخبار نجد القنوات. أهلا بكم مشاهدينا. قامت عناصر من ميليشيات الإخوان المسلمين وأفراد من الفرقة الأولى مدرع وبعض القوى الظلامية بالتسبب في حادث سير مروع خارج العاصمة، الأمر الذي أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح 4 آخرين. ولم يستبعد مصدر مسؤول في مكتب الزعيم تورط عناصر من ميليشيات الإخوان المسلمين وأفراد من الفرقة الأولى مدرع وبعض القوى الظلامية خلف هذا الحادث. كما أرسل الزعيم برقية عزاء ومواساة لأسر الضحايا، وحمل حكومة الوفاق وجمال بن عمر وجميع الأهل والأصدقاء مسؤوليتهم عن هذا الحادث الأليم. ألف 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 مبروك. هذا خبر. نشوف قناة غيرها. مجزرة جديدة ترتكبها ميليشيات الأحمر وعناصر تابعة للواء علي محسن الأحمر ومجموعة من التكفيريين. وفي التفاصيل أن العناصر المذكورة طاردت السيارة التي كانت بداخلها 4 أشخاص يحملون لافتات وشعارات الموت لأمريكا ولإسرائيل، حيث قامت هذه العناصر باستفزاز بإطلاق الأبواق من سيارتهم، والتي أدت إلى انقلاب السيارة واستشهاد 2 وجرح 2 آخرين. ولا يستبعد وقوف أمريكا وإسرائيل وقوى الاستكبار والهيمنة وراء الحادث الإجرامي. الله 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 يستر، الله يستر. غيرها. استهدفت سيارة لنشطاء من أبناء شعب الجنوب المناضل من قبل عناصر قوات الاحتلال اليمني الغاشم أثناء توجه النشطاء لإحياء فعالية يوم الشهيد، حيث تم استهداف سيارتهم بقذائف الهاون والRPG وهم يرفعون علم دولة الجنوب العربي. وأدى الحادث إلى مقتل 2 وجرح 2 آخرين. عاش الجنوب حرا ويسقط الاحتلال. النشيد الوطني. غيرها. شوف لنا قناة. إذا مشاهدينا الكرام، جاءنا هذا الخبر العاجل استمرارا لمسلسل الاغتيالات وإقلاق السكينة العامة. تؤكد مصادر خاصة تورط عصابة تابعة للمخلوع والنظام السابق في حادث مروع خارج العاصمة. وتقول المصادر أن الحادث أسفر عن مقتل شخص وجرح 3 آخرين. ويؤكد مراقبون أن هذا الحادث من قبل العصابة التابعة للمخلوع يأتي ضمن خطة تهدف إلى إفشال التحول الديمقراطي وإفشال المبادرة الخليجية. ودمتم في رعاية الله. حياك الله. أيوة. طيب نشوف نفتح القناة اليمن الرسمية، نشوف الفضائية اليمنية حقنا، نشوف ايش بيقولوا. في حملة التحصين الشاملة التي دشنتها وزارة الصحة العامة والسكان اليوم في الأمانة ومختلف محافظات الجمهورية. الفضائية اليمنية يلقحوا شلل الأطفال، طول عمرهم 50 سنة وهم بيلقحوا شلل الأطفال ولا يفتحوا حجر أساس.
مشاريع وحجر أسد. طيب نفتح حق أصحابنا حق الجماعة أنا يا من شباب نشوف ما معهم. أصحابنا طيب مطر عاد عندهم مطر، عاد الصيف باقي تكمل عندهم ما شاء الله. المهم الله يسقينا الغيث ويأمننا من الخوف، ولا عرفنا ما نصدق ذا الحين. كل واحد بيدي لك خبر وكل واحد في وادي وكل واحد بيقلقونا. والله يستر مش احنا ناقصين مشاكل، يدتوا لنا هذا المصيبة والحادث هذا ويتدخل والدول كلها والأخوان المسلمين والنظام السابق والقوى الظلامية والرجعية وأمريكا وأستراليا الله حلها.